ورحمة الله وبركاته. كيفكن صبايا؟ شو أخباركن؟ واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. احنا تأخرنا كتير عليكم بالفيديوهات، معلش تحملوني. وإن شاء الله نحنا رح نكمل بهالكم يوم كتير من الألوان اللي ما حكينا عليها من قبل، رح نحكيها ورح نعرف كيف نعملها بالتفصيل بإذن الله. اليوم رح نحكي عن الشعر الأشقر البلاتيني الفاتح جدا. انا رح احكي كيف منطلع الشعر بدرجة الاشقر البلاتيني الصافي، لانه كتير عم تجيني استفسارات انه عم يطلع الشعر على ذهبي او على بيطلع فيه الوان غير مرغوبة. نحن اليوم رح نشرح طريقة صبغ الشعر بالاشقر البلاتيني. ان شاء الله رح يكون الشرح كتير سهل ورح يركز معك من اول مرة باذن الله. هلا نحن اليوم رح نحكي عن الاشقر البلاتيني. كيف بدي انا انزل الاشقر البلاتيني على الشعر؟ اول شي معروف لازم نعمل سحب لون. هلا نحن نزلنا بالقناة عند منا طريقة سحب اللون الشعر بطريقة مزبوطة، فيك ترجعي بالفيديوهات وتتفرجي على فيديو سحب اللون. رح احكي بشكل سريع كيف بنعمل سحب اللون. هلا سحب اللون الشعر بدنا نستعمل بودرة ميش واكسجين عيار 30 او عيار 40 على حسب لون شعرك. مثل ما شايفين هون معنا الشعر، هذا اللون المزبوط اللي بدي اوصل له حتى احصل على الشعر البلاتيني. لكل مكيال من بودرة الميش لحط مكيالين من الاكسجين. اذا كان شعرك اسود غامق كتير الافضل انك تستعملي اكسجين عيار 40. اخف من اكسجين عيار 40. فرضا اذا استعملتي اكسجين عيار 30 انا بتوقع ومليون بالمية انك رح تعتازي سحب لون مرة تانية. لا خلينا، اذا كان عندك الشعر اسود وسميك وعنيد معناتها انت شعرك عنيد وبده اكسجين عيار 40. نحنا بنحط لكل عيار بودرة ميش 2 اكسجين عيار 40 وبنخلطهم مع بعض وبنطبقهم على الشعر لمدة تقريبا نص ساعة. هلا بالنسبة للجذور، اذا انا ما بدي اعمل خصل، بدي اعمل الشعر كامل من جهة الجذور، انا رح احط مادة الميش اللي استعملتها اللي سويتها لحطها على كامل الشعر، وبترك جهة الجذور ما بحط عليها المادة، لانه معروف الاشقر معروف الاكسجين ال40 رح يحرق الجذور عندي مني، رح يحرق ارض الراس للزبونة. انا رح اتركها وبعد ما ادهن كامل الشعر برجع للجذور بخلط خليط تاني بس مع اكسجين عيار 30. اكسجين عيار 30 حيكون خفيف على الجذور. هي في حال كان الشعر عندك اسود. في حال الشعر عندك افتح من الاسود معلش كمان اكسجين عيار 20 كمان رح يوفي بالغرض. ونحن رح نحطه لمدة نص ساعة، وان شاء الله بالنص ساعة رح يكون فتح الشعر عنا كامل ووصل لدرجة الاشقر الفاتح. هلا نحن الاشقر البلاتيني الاشقر الثلجي لازم هذا اللون اللي معنا انا لازم يكون عندي السحب صافي. السحب صافي. نحن لو سحبنا لون وطلع عندي مني اخر درجة نحاسي او درجة الاصفر الفاقع ما راح يزبط معك الاشقر البلاتيني. عن جد لا تتعبي حالك ولا تتعبي شعرك على الفاضي وتقعدي تصبغي وتعملي. هلا نحن بالرنساج يعني بنصحح صح بصحح اللون بس بطريقة متقاربة شوي يعني للون المطلوب، بس مو نفس اللون المطلوب. انا هاي درجة الالوان الاشقر البلاتيني الاشقر الفضي الاشقر على الابيض هذول كلياتهم بدهم سحب مزبوط ورح يطلع معك ان شاء الله اللون بكل سهولة. هلا نحنا بدنا نحكي بالنسبة للسحب المزبوط ليش في كتير صبايا ما عم يزبط معها السحب. اولا نوع بودرة الميش بتلعب دور كتير كبير. انا ما بدي استرخص خاصة ببودرة الميش. انت لما تجيبي نوعية تجارية هي لو بتحطيها على شعرك ساعتين اللون ما رح ياخد ولا رح يعطيكي البلاتيني او الفاتح لدرجة اخر درجة من الاشقر ما رح يعطيكي. انا بدي اختار نوعية بودرة ميش كتير ممتازة الايطالية افضل شيء. اذا كنتي ببلاد العربية بالاردن بالسعودية اكيد كتير في عنا صبغات ايطالية. هلا في عنا نحنا بسوريا. انا بالنسبة الي وترجعت على سوريا عم بستعمل ماركة ويلا. عم بستعمل
عم بستعمل اكسجين ايطالي من ماكسي. يعني كم، يعني انه هدول اللي زبطوا معي من هدول النوعين كتير كانوا ممتازين بالنسبة إلي. وفي كمان في عندك كمان في صبغة بيس منها صبغة، وفي كمان بتجي منها اكسجين. هلا نحن عنا الفيديو هون ورجيناكم على صبغة لوريات، رح نصبغ من صبغة لوريات، بس اكيد هي مو موجودة عنا بسوريا. نحن اللون ما بيهمنا، نوعية الصبغة ما بتهمنا. يعني في كتير انواع صبغات معروفة بكل بلد، وكل صبية اكيد عندها نوع صبغة هي بتحبه وبتجيبه على طول. بس نحن بودرة الميش هي المهمة بالنسبة لنا. جيبي بودرة ميش تكون ممتازة. بودرة ميش الإيطالية بتفتح الشعر بشكل كبير كتير، وبتحمي الشعر. يعني بنص ساعة بيكون طلع اللون معنا، وما رح تتعب الشعر ولو فتح كتير. البودرة التجارية أول شي ما رح يفتح معنا اللون، حتخليها ساعة أو ساعتين وممكن 3 وما تعطيكي أكتر من نحاسي، وهيك رح تكوني وصلتي شعرك لدرجة نحاسي وحرقتيه بنفس الوقت. بقى الأفضل إذا ما جبتي بودرة ميش عيار، بودرة ميش ماركة جيدة، الافضل ما تعملي سحب لون، لانه ما راح ينجح معك. وحتى الاكسجين كمان بده يكون من صبغة معروفة. هلا نحن هون هلا نحن هون اللون اللي بدنا نطلعه مثل ما حكينا هو اللون الاشقر البلاتيني. الاشقر البلاتيني او الاشقر الثلجي هو صبغة 10/0 او 10/2 على حسب الالوان الموجودة عند منك. بكل صبغة عم تجي عنا ارقام شكل. هلا مثل الصبغة اللي معنا بالصورة هي من نوع لوريات. عرفت شلون؟ نحن هاي اللوريات مو موجودة بكل البلاد. فقال انت الافضل تسألي باسم الصبغة. هلا مثل ما شايفين عنا هون بالصورة، هون الصبية بالصورة الاولانية مسحوب اللون كامل، بالصورة الثانية الجذور ما مسحوبة. هي لحتى تنسحب الجذور مثل ما حكينا بالاكسجين عيار 30 رح يفتح معنا، مو ضروري نحط عليه اكسجين عيار 40. وبعد ما نحن فتحنا الشعر بالكامل، انا رح احط الاشقر البلاتيني اللي موجود عند منك ببلدك. عرفتي علي؟ انت اسألي، الافضل تسألي بالارقام وتسألي بالاسم، لانه الاسم هو الافضل. وبس وان شاء الله رح تطلع معك النتيجة بطريقة سهلة وبدون اي تعقيدات باذن الله. وهلا نحنا صبايا بعد ما سحبنا لون الشعر ووصلنا لدرجة كتير منيحة، رح نستعمل الصبغة مباشرة ونحطها على الشعر، ورح تعطيني النتيجة المطلوبة بإذن الله. فرضا نحنا كان عنا شعر يعني في اصفر، حسيتي انه عطيكي اصفر شوي او ما طفى معك، ممكن انت تعملي رنساج سريع للشعر، بعدين تنزلي الصبغة على الشعر الاشقر البلاتيني. الرنساج هو نقطة صبغة ازرق ونقطة صبغة اسود ونقطة صبغة بنفسجي، بحطهم مع بعضهم ومع شامبو واكسجين عيار 20، وبغسل الشعر كامل فيهم لمدة دقيقتين، وبيطفي اللون كله. بعدين بنزل صبغة الاشقر البلاتين، وفيني ضيف نقطة من صبغة ازرق، نقطة صغيرة على صبغة، وبحط على كامل الشعر، وان شاء الله رح يعطيكي اللون بشكل مزبوط. وان شاء الله يكون الفيديو استفدتوا منه، يكون الشرح وصل لكم. وبتمنى اذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة، وبتمنى لكم الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.